يا ميت مسا على الحبايب اللي منورني والشوق في قلوبهم دايب. بسم الله نبدأ المشوار، وبسم الله نفتح للجمال ألف باب، ونصلي على النبي المختار اللي بذكره القلب بيطيب ويهاب. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أنا ملك وجايلكم وفي إيدي صندوق من الحكايات، حكايات بجد تخلي العقل يدور. قررت أفتح ليكم قلبي وأفرش ليكم بالفرحة والسرور. قناتنا حكايات ملوكة، عشق وحكاية في كل رواية. وما تنسوش إن انتم هتنورونا وبتفعيل الجرس تسعدونا. حكايتنا جاهزة يا أغلى الناس، يلا بينا نعيش الإحساس. بابا الحق، هند مش موجودة في الأوضة. يعني ايه؟ العروسة هربت وسابت الخطوبة؟ في مكان تاني. فاقت هند، لقت نفسها مربوطة وشخص قاعد قدامها. أنا فين؟ أهلا بيك يا هند، نورتي فيلتي. دكتور حمزة، أنا فين؟ وإيه اللي جابني هنا؟ وإنت بتعمل إيه هنا؟ واحدة واحدة يا حلو، هجاوبك على كل أسئلتك. حلوة؟ إيه الطريقة دي يا دكتور؟ لو سمحت روحني لأهلي، أنا خطوبتي النهاردة ولازم أرجع. انت مش هتتحركي خطوة، حتى أهلك من هنا ورايا انت بتاعتي وملكي، ومش هسمح لأي حد ياخدك مني، انت سامعة؟ أنا مش فاهمة أي حاجة. إيه الكلام ده يا دكتور؟ أنت أكيد بتهزر، صح؟ لا مش بهزر، انت شايفاني بهزر معاكي ليه؟ هعيل معاكي ولا ايه؟ يعني إيه الكلام ده طيب؟ يعني انت هتبقي مراتي وكلها 10 دقايق والمأذون يوصل هنا ويكتب كتب كتابنا. لا لا، إزاي؟ مستحيل ده يحصل، ده على جثتي. خلاص يبقى على جثتك هيحصل، سواء انت عايشة او ميت هتجوزك يا هند، مش تبقي لحد غيري. قفل الباب وساب هند قاعدة في حالة صدمة وبكاء. بعد نص ساعة دخل حمزة. في ايه يا عروس؟ في حد يعيط يوم فرحه؟ أبوس إيدك يا دكتور حمزة، ما تعملش كده. أنت عارف إني مش بحبك، ومتأكد إني بحب رامي، صح؟ اياك تجيبي سيرته تاني على لسانك، انت سامعة ولا لا؟ انت ملكي انا وخلاص، المأذون وصل، ويلا قومي معايا عشان تلبسي الفستان اللي انا شاريه ليك علشان فرحنا. مش هتجوزك، انت واحد مختل. انت ازاي تسمح لنفسك انك تخطفني بالطريقة دي، وكمان عاوز تتجوزني؟ ومش هيحصل يا دكتور حمزة. وعلى فكرة انت قبل كده جيت اتقدمت لي وانا رفضتك، وانا متأكدة ان رامي هيجي يخلصني منك. قلت ليكي قبل كده اياكي تجيبي سيرته تاني على لساني، ومش بيحب. لا بيحبني وهجيب سيرته؟ انت ايه يا اخي؟ ده انا حتى طالبة عندك، المفروض تعاملني احسن من كده. قدامك بالظبط 10 دقايق وتكوني جاهزة، والدادة فتحية هتساعدك. يا دادة يا دادة. أيوة يا بيه، تحت أمر. 10 دقايق وتكونوا تحت، ده الفستان المفروض تلبسيه، ولو اتأخرتي أكتر من كده مش هيحصل كويس، مفهوم؟ مفهوم يا بيه. خرج حمزة من الأوضة وساب هند مع الدادة فتحية. يلا يا بنتي علشان المأذون وصل. مش عاوزة ألبسه ولا عاوزة أتجوز، لو سمحتي. انت شكلك ست طيبة، والنبي هربيني من هنا وكسبي فيا سواه. أنا مش بحبه، أنا خطوبتي النهاردة. والله يا بنتي ما هينفع تهربي، الحرس كتير بر، ولو حمزة بيه شافك هيقلب الدنيا أكتر وأكتر، وأنا عاوزة مصلحتك. هو طيب بس والله الدنيا هي اللي جبرته يبقى على كده. يعني ايه؟ ما بقاش بني آدم، بقى وحش. قومي يا بنتي الله يهديكي، علشان لو رجع وشافك مش لابسة الدنيا هتقلب عليكي. في مشهد تاني في بيت هند. يعني ايه بنتي هربت؟ دورولي عليها. ازاي؟ هند بتحبني واستحالة تعمل كده فيا، معقول تكون قاصدة تكسرني وتفضحني قدام كل الناس؟ انا بعتذر ليكم كلكم عن اللي حصل، ويا ريت كل الحضور تتفضل الخطوبة اتأجلت. الكل مشى ما عدا رامي وعائلته. انا استحالة امشي غير لما افهم كل حاجة. هند فين يا عمي؟ والله يا ابني علمك مش عارف راحت فين، رغم انها هي اللي كانت مصرة على الخطوبة وانا كنت رافض.
أنا ماشي، بس قسما بالله ما هعدي الموضوع والفضيحة دي على خير. انتوا مش عارفين أنا مين ولا إيه؟ يلا يا ماما، المكان ده مش مكاننا. في مشهد تاني في بيت حمزة، بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. وهنا يا حبايب قلبي بنقفل كتابنا وبنقول سلام، بس حكايتنا لسه مخلصتش، ليها باقي وفاضل كلام. الجزء الأول خلص وشوقكم في القلوب قايد ونار، بس الجزء الأخير جاي وفيه العجب كله وأهم الأسرار. هتشوفوا لف ودوران وحاجات بجد تخلي العقل يحتار. اوعوا تروحوا في أي حتة واستنوا الحكايات اللي دايما بتشعل الأفكار. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الإعصار، واستنوني في الجزء التاني عشان نكمل المشوار. وفي أمان الله نسيبكم يا أحلى وأغلى زوار.